السلام عليكم متابعينا الكرام. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. في تطور مفاجئ وغير متوقع، تلقت السنغال ضربة قوية أمام محكمة التحكيم الرياضي المعروفة باسم الطاس، وذلك في ملف كروي أثار جدلا واسعا خلال الأيام الأخيرة وسط متابعة كبيرة من الجماهير الإفريقية. وحسب المعطيات المتداولة، فإن الجانب السنغالي كان يعول بشكل كبير على هذا الملف من أجل الحصول على قرار لصالحه، غير أن التطورات الأخيرة داخل محكمة التحكيم الرياضي جاءت عكس التوقعات، وهو ما اعتبر صدمة حقيقية بالنسبة للشارع الرياضي في السنغال. وفي تطور جديد زاد من تعقيد موقف المنتخب السنغالي، أكدت مصادر متطابقة أن تسجيلات كاميرات ملعب الأمير مولاي عبد الله وثقت انسحاب جميع لاعبي المنتخب السنغالي من أرضية الملعب، وهو ما يعزز بشكل واضح موقف المغرب داخل محكمة التحكيم الرياضي. ويأتي هذا التطور في وقت حساس تعيش فيه كرة القدم الإفريقية حالة من التوتر بعد سلسلة من الملفات الخلافية التي تم رفعها إلى الهيئات الدولية، حيث أصبح اللجوء إلى محكمة الطاس خطوة متكررة لحسم النزاعات الرياضية الكبرى. وفي انتظار بلاغ رسمي يوضح تفاصيل القرار بشكل دقيق، يبقى هذا التطور من أبرز الأخبار الرياضية في الوقت الحالي، خصوصا مع تفاعل واسع من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي عبرت عن دهشتها من هذه المستجدات المفاجئة.